أبواب التوظيف تفتح أبوابها أمام الجزائريين بعد تجميد دام لأشهر طويلة بسبب جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية. عادت عروض التوظيف والعمل من جديد في العديد من القطاعات العمومية والخاصة التي فتحت أبوابها من جديد لمسابقات التوظيف وإدماج المتقاعدين أو المتعاقدين والبحث عن طاقات وكفاءات جديدة. وتسبب إعلان عودة استيراد وتصنيع السيارات في إقدام الكثير من الوكلاء على فتح باب التوظيف لتأطير قاعات العروض وخدمات ما بعد البيع ومصانع أيضا التركيب، وهو ما بعث الأمل من جديد للكثير من الشباب المتعطشين للعمل. وأجمع المختصون أيضا والخبراء أن الجزائر تشهد ديناميكية اقتصادية أنعشت سوق العمل، وهو ما تؤكده عروض التوظيف التي طالت مؤسسات عمومية هامة على غرار سوناتراك الجوية الجزائرية، سونالغاز والعديد من القطاعات العمومية، على غرار التعليم والصحة والنقل والصناعة والضمان الاجتماعي والتعليم العالي والتضامن، حيث فتحت العديد من فروع هذه الوزارات أبواب التشغيل مؤخرا، وهو الأمر الذي طال أيضا القطاع الخاص الذي شهد انتعاشا في فتح أبواب التشغيل، وهو ما كشف عنه مؤخرا صالون التشغيل الذي أيضا استقطب عشرات المؤسسات العمومية والخاصة. ولأن الكفاءة ظلت مغيبة لسنوات في اختيار الناجح في مسابقات التشغيل بالتغلب الطريقة التقليدية التي تسيرها المعرفية والولاءات، حتى ولو كان أيضا الشاب ذلك لا يفقه شيئا، إلا أنه يضمن له موقعا في مؤسسة لا تستفيد من خدماته شيئا، بل قد يكون عالى عليها، إلا أن موقعه مضمون، وهو ما ظل محل انتقاد خريج الجامعات أصحاب الشهادات والأفكار الذين يأملون أن تتغير المفاهيم لتقديم إضافة لوطنهم وبناء جزائر جديدة بمستقبل يحمل في طياته تنمية واعدة ومستمرة. وتستمر الرؤية التقليدية لبعض الشباب بخصوص اختيار مناصب العمل متجهة صوب المؤسسات الوطنية الرائدة والمعلومة لدى العام والخاص، والتي تظل بمثابة حلم للبعض، خاصة لما لا يملك المعرفية. ولأن الاقتصاد الوطني شهد انفراجا خلال السنوات الأخيرة بظهور مؤسسات وطنية وأخرى خاصة جديدة، ينتظر أن تتغير الرؤية إلى ما هو أحسن من خلال اختيار المناصب على أساس المعايير المتعارف عليها بمختلف الدول المتطورة، من أجل التخلص من النظرة القديمة في التوظيف بإبعاد العقول المتحجرة التي لا يستفاد من خبرتها قط، وتعويضها بمن يملكون الإضافة حتى تسير السكة في طريقها الآمن لحمل التنمية واقتصاد واعد.